السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخباركم البنات؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة وما يخصكم حتى خير يا ربي. عواشركم مبروكة، نتمنى تكونوا كتصوموا رمضان وانتم بصحة جيدة، كي درتو مع الشقة مع الصهر كلشي لاباس. فيديو جديد البنات، اليوم من اصعب الاتواب اللي ممكن اختي نخدموهم بالطرز الرباطي. سمحيلي هذا المخدة علينا باش نتفرغوا لهاد الثوب الصعيب. قلت لكم البنات، المبره مرايه من اصعب الاتواب اللي ممكن تخدميها، وحتى الخياط كيتشكى منها. انا كنعرف الخياطه اللي كيتشكاو لي منها تيقول لك راه صعيب باش نخدمها. المهم هاد الثوب هذا البنات ديال 500 درهم الكوبو، غالي بزاف ماشي بزاف. المهم الناس اللي ميسورين ممكن ياخذوه غادي يجيهم عادي، الناس اللي على قد الحال غيجيهم غالي بزاف. هذه هي الحقيقه. الرشمه من الصفحه ديال فن رشيم مع اسماء، ها هي البنات، هي اللي اختارت السيده مولات هذا القفطان هذا. شفت واحد الموديل ولكن ديك الرشمه ما عنديش، الرشمه اللي شفت ما عنديش، قلبت عليها وهضرت. ها هي البنات الرشمه اللي شفت السيده، نتمنى تكون كتبان لكم. نحاول تزومي، ما بغاتش تزوم حيت التليفون صغير. المهم هذه هي الرشمه اللي شفت، ما عرفت منين هزتها شي موقع. المهم وريتها الرشامي الاخرين، هي ما كتعرفش في الرشم، قالت لك صافي اختارت. الاختيار كان على هذه، وحتى انا نصحتها بهذه كتجي زوينه، ولكن رشمت ليها اللي في الحجم الكبير. كبرت الورقه، قلت لمول المكتبه عطيني الورقه الكبيره، خرج لي الصغيره ولكن عاود لي الكبيره. الكبيره كاع الحجم الكبير، ماشي الكبير بزاف ولكن ديك الورقه فوتوكوبي الاخرى الكبيره اللي كاينه فوق منها. باش نرشموها البنات المبره راه صعيب. انا الا لاحظتوا راه رشمتها بالخراج احمر، خديت جوج ديال الانواع د الخراج، داك الاكاديمي الابيض باش كنرسم اللي عندي كاع في القناه في الفيديوهات ديالي، وعندي وشريت هذا الاحمر هذا حيتاش كنبغيو نرسمو التوق. هذا الشيء تنقولوه نعاودو ديما في القناه، صافي راه كان الناس اللي متبعيني، ولكن يقدروا ناس جداد يدخلوا، ناس جداد اللي يدخلوا عندي القناه. مرحبا بكم، مرحبا بالناس القدام كلكم على راسي من الفوق. سيروا الفيديوهات الاولين راه فيهم الطريقه ديال الرسم كاع. فين تشوفوا شي فيديو ديال شي بياسه جديده ديال الطرز راه فيه طريقه الرسم كاع. الموديلات الفيديوهات اللي فيهم الطرز والاجزاء راه فيهم الطريقه ديال الرسم البنات. كنعرفوا اننا ملي كنبغيو نديرو نرسمو التوق خصنا نزديوها البنات الوجه الدخلاني مع الوجه الدخلاني بحال هكا، هنا المبرة وهنا المبرة، هنا لداخله البنات صافي. وكنزديو كندورو بالقفطان بالبرا والخيط، وكنجيبو الانسوخ داك الخراج الاحمر. جبت انا الخراج الاحمر وحطيته هكا تحت الوجه ديالو اللي كيطبع، حطيت عليه المبره هكا وحيت الطبله لا ناب، حيت ليها الميكيله كانت عندها. المهم رسموا على الطبله د الخشب ولا على الرخامه، الا عندكم شي طبله د الرخامه ولا البوطاجي مسحوه من جافيل وغنشفوه مزيان. عاد حطيتو بالناس، غسلوه غير بالصابون اللماع ومسحوه مزيان وخليه تينشف ورشمي عليه، راه زوين تينفع، الرخامه زوينه. ولا ما بغيتيش ترشمي في الكوزينه، خفتي من جافيل ولا من شي حاجه تقيس لك الثوب، رشمي على الطبله الخشب نيشان، ما تحطي لا ناب لا حتى حاجه، حيدي كاع هادشي من فوق الطبله ورشمي اختي. وهنا في هذا الوجه الفوقاني راه حنا عندنا دابا المبره هنا وعندنا المبره هنا، كنديروا الانسوخ الابيض يكون جديد. المبره البنات ما تخدموهاش بالانسوخ القديم، راه ما غاديش يطبعها لكم واخا تحاولوا تتعياو. ديما ملي تعطاكم المبره تاخذوها. انا كنهضر مع الحريفيات اللي كيخدموا الطرز، جيبوا الانسوخ الجديد. والمبتدئات هما حتى اللي محترفات راه يكونوا عارفين هذه القضيه. راه شي انسوخ بارد ملي تيقدم تنقولوا بارد ما بقاش تيعطي المفعول ديالو، ديك الصباغه ديالو كتنقص، ولكن الجديد كتكون الصباغه ديالو جديده. هو اللي باش كنطبعوا. انا شريت جوج ديال الحمرين حيت يكون فيهم غير الصغير باش يكفيو لي الطول، حيت التوق فيه 45 بلا الدور هاد العنق، يعني مشى شي 60 تقريبا ولا بالدور هاد العنق. وشريت الابيض الاكاديمي، خلاص هذاك كبير تيكون كبير، ما قسمته ما والو، حطيته على الثوب وكتبركي اختي بالجهد. والرشمه رديتها في الفيزلين ودرت ليها السكوتش
وكترشمي اختي بالجهد اللي عطاك الله رشمي. ملي تعياي وارتاحي، تعياي وارتاحي، ورشمه تبتيها بالفنايت ولا شديها تبتيها بالفنايت وتقلي الثوب من الفوق، تقليه بشي تيمومه ولا شي حاجه ثقيله. مولاتو بغاتو اللون في اللون وبغات تدخل فيه غير الكحل، حيت الكم ديال القفطان دارت ليه واحد الزديه هنايا ها بواحد الثوب فيه لي زيستراس بالكحل. دابا نبارطاجي معكم في الجزء الثاني ان شاء الله غادي تشوفوا الكمام. وبغات فيها غير الكحل، بغات فيها الطرز والمهرس بالكحل وباللون ديال الثوب. والخيطه البنات مبروم على جوج شعرات كما العاده كما ولفنا. هذا بالنسبه للطرز. بالنسبه للغرزه الفرنسيه، حيت المبره كتثقب، درت ليها شي شويه الخيط ديال الغرزه الفرنسيه على 3، وكندير دوره واحده على البره ماشي جوج دورات، باش ما تجيناش ديك الغرزه دايره قدها قد التبروري. والمهرس الكحل البنات ها هو، هانتوما الماتصونو. حيت جبت بالعبار، السيد اللي كناخذ عنده تناخذ بالعبار، ماشي ضروري ناخذ الباكيه ديال 60 درهم، وانا عندي غير شي شويه، خديت غير 15 درهم 15 درهم من كل لون، كنظن كافياني. بالنسبه للخيط البنات ما تبرموش بزاف المبره، بقاو تبرمو غير 3 د البرمات الفوق هكايا، 1 2 3 لهاد الجهه ولهاد الجهه. ولكن فاش نجمعهم تندير تنهبطوه غير بجوج صافي وتنحبسو. الا لاحظتوا البريم راه ما جاش مزير بزاف، جا شي شويه محرحر، ولكن تيجي في الخدمه زوين وتيعطينا الطوع في الخدمه. خدمته اللون في اللون، دخلات غير الكحل بوحدو. انا دابا كندوز العقيق باش نحول المرمى. بديت بالطرز هو الاول البنات، ها هو. نتمنى تبان لكم الرشمه، قولوا لي الراي ديالكم كي جاكم. الورده تخدمات من الفوق بالباسي والغرزه الفرنسيه والذهبي هنايا ها. وهاد الاغصان كاملين غادي يمشيو بالكحل، حيت عندنا الثوب ديال الكمام فيه لي زيست خاص بالكحل. واحد الثوب عامر بالحجر، ماشي منبت ولكن تيتباع هكاك، ما عرفت شحال باش خداتو ولصقاتو للكمام. ما عجبتنيش انا صراحه ديك الطريقه، ولكن الاذواق ديال الناس ما كنناقشهاش، كل واحد كنخليه على خاطرو. كتنصح بنادم الا عجبتو النصيحه تيدير بها، ما عجبتوش الا هادشي لا شاورك قال لك شنو بان لك. ولكن هي جابت لي الثوب صافي ملصقه ليه داكشي، قلت لها صافي اختي مرحبا صافي. وهي داكشي اللي عجبها الذوق ديال هذاك، ما عندنا ما نناقشوا فيها. صافي هاد السلسله البنات كنحاولوا نطلعوها ب4 ديال الحبات ديال المهرس، هما باش كنطلعوها. البنات اللي كيدفعوا الخدمه في رمضان بقاو يدفعوا قبل رمضان عافاكم. راه ملي كيبدا رمضان حتى البنات اللي كيخدموا الصنعه راه تتكون عندهم حتى هما الشقه ديال الدار، تيكون عندهم الروينه، ما كينعسوش بكري، بزاف ديال الحوايج. راه كتبقى شي وحده مع احترامي للجميع الله يسهل عليكم، كتبقى شي اخت حتى كيدخل رمضان وتفوت فيه سيمانه وتجي وتقول لك حكا بغيت انا بياستي للعيد، وتلقى عندك شي بياسه ديال شي حد اخر باغي حتى هو للعيد. راه تتحرجي مع الناس. اللهم ملي تبغيو تدفعوا شي حاجه اليد ديما دفعوها على اتساع، ما عمركم تبقاو حتى الدقيقه 90 عاد تمشيو تدفعوا للناس يخدموا لكم، راه ما يمكنش. راه هذيك اللي دفعتي لها راه عندها حتى هي مسؤوليه، عندها الزخره على برا، عندها ولادها الا عندها الاولاد، المهم عندها المطارق في راسها. راه ما مسالياش غير ديك الصنعه تجلس ليها، راه شكون يقضي لها الاغراض الاخرين. ودابا رمضان شي حد تحرك الباب وخلعني. سمعتوني؟ راه دابا رمضان تيبغي الانسان يسهر، ما كاينش النعاس. وحنا اللي كنخدموا الصنعه خصكي ما يمكنش تنعسي حتى 12 ولا 11 ولا حتى 10. راه التسعود الا تعطلتي كتجمعي الوقفات وتنوضي في حالك، حيت الا جلستي حتى 11 صافي انت هاد الظهر جالسك في الباب وخصك تصلي وتنوضي عاوتاني تقدي مع الكوزينه. هذا علاش تنقول لكم البنات الله يعطيكم الخير، ملي تبغيو تدفعوا شي حاجه ديال الصنعه صورتي شي حاجه كبيره دابا بحال هاد القفطان راه مشارجي عامر، دفعوه على اتساع، ديما عطيوه على اتساع، خليو المساحه للسيده اللي غتخدم لكم، حتى هي الله يحسن العوان عندها مشاكلها وعندها الهموم، ماشي عندها غير داك الطرز كتفيق وتحل عليه عينيها.
باقي البنات اللي داروا المحلات راه كيسدوا الباب ويمشيو للحانوت وكيتفرغوا للخدمه، ولكن حنا اللي كنخدموا في الديور لا، كيكونوا عندك بزاف ديال المشاكل في الدار، بغيتي تقضي على برا، بغيتي تقضي على داخل، كتعياي، بغيتي شويه ديال العباده، رمضان هذا راه شهر العباده ماشي تا ديال الماكله، يجي عندك شي حد يدير صله الرحم، خصك تعطيه الخاطر وتعطيه الوقت. لهذا بقاو الله يعطيكم الخير دفعوا الخدمه قبل رمضان باش توجد لكم في رمضان. شكرا على المتابعه، ما تنسوش القناه من لي لايك، تعاليقكم الزوينه، قولوا لي كي جاكم القفطان، كي جاتكم اختي المبره، اللون في اللون، داخل فيها غير الكحل وشويه المهرس. عواشركم مبروكه، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دابا نبارطاجي معكم الجزء الثاني ان شاء الله. الله يحفظكم.